عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة مواهب ثورات مع وليد حسين. النهارده فيديو جديد جامد جدا عن طقطقة الدركسيون. لو أنت أول مرة تتفرج معانا على القناة ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس اللي حصلت فعلا الفيديو فات. جاي أقول لك معلومة من أهم المعلومات اللي أنت ممكن تسمعها، أو الفيديو ده من أفضل الفيديوهات اللي أنت ممكن تسمعها. فيديو جميل ومفيد وهيوفر لك حق تغيير علبة الدركسيون. قلنا كتير جدا يا جماعة اللي ممكن تسمع طقطقة، والطقطقه دي تبقى من البراط الداخلي او البراط الخارجي. النهارده كان في مشكلتين في عربيه نيسان صني ان 16 وفي عربيه لانسر، والعربيتين كان فيهم نفس العيب بالظبط. كان فيهم نفس العيب. العيب ايه هو؟ اللي انت بتسمع طقطقه على الاسفلت وانت ماشي بالراحه، مسافه ما العربيه تسخن شويه الصوت يبتدي يروح، او العكس، الصوت ممكن ما يظهرش معاك وانت والعربيه بارده، ولما العربيه تسخن الصوت يظهر. يعني ممكن يظهر معاك كده او يظهر معاك كده، ويبقى صوت طقطقه جامد مسمع في في العربيه كلها. ولما تيجي تحرك الدركسيون يمين سنه او شمال سنه برضك تسمعه، وشويه يروح وشويه يجي، شويه يروح وشويه يجي. عيب يخليك تتجنن بمعنى صح. فكل ما تروح لحد يقول لك انت عندك مشكله في الاسقاطره او في قلب الدركسيون محتاجه تتغير. النهارده هوريكم حاجتين، وهي زي ما قلنا عربيه لانسر وعربيه ان 16، والعربيتين كان فيهم نفس العيب، وده سبب من ضمن الاسباب. والسبب الرئيسي في الصوت ده هو صنايعي. السبب الرئيسي في الصوت ده هو صنايعي. ليه بقى؟ تعالى قرب هنا كده. زي ما انتم شايفين دي بره داخلي، دي بره الداخلي، ودي كانت بره الداخلي بتاعت عربيه لانسر بومه. وزي ما انتم شايفين الباره مكبوسه، الباره مكبوسه. فايه اللي بيحصل؟ الباره دي يا جماعه لما العربيه دي كانت، لما العربيه بتسخن يبتدي الصوت ايه؟ يظهر معاك ويفضل مستمر تك 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 مع البطيء. مسافه لو خدت مطبات خدت مطب على طول، يعني دخلت مدقه او شارع مكسر على طول في مطبات بسرعه، مشيت بيها بسرعه، الصوت ما يظهرش. اما كل ما تيجي تمشي بالراحه سنه سنه كده صلانسيه، الصوت يظهر معاك جامد واكن في حاجه بتتكسر. ده بسبب ايه؟ بسبب ان الباره مكبوسه. الباره مكبوسه زي ما انتم شايفين كده. الباره يبص عاملين عامله ايه يا جماعه؟ الباره نازلين عليها بايه؟ بمكبس. دي كانت في اللانسر. تعالى بقى نبص هنا. دي بردك نفس الايه؟ نفس القصه، بس في باره ايه؟ في باره خارجيه. بردك كابسين الباره الخارجيه. يا جماعه الكبس البارات، كبس البارات انت ممكن تكبس باره فتره، حاجه مؤقته لحد لما انت تغير، مفيش مشكله. لو انت مثلا ظروفك تعبانه وبتاع، بس الكبس ليه طريقه. الكبس ليه طريقه علشان ما تبوظش برضك. يعني ما تبقاش انت بتعمل عيب، تعمل عيب اوسخ. ليه بقى؟ لان هنا بتروح لحد بسبب الصوت ده، الصوت بيبقى مسمع في العربيه كلها وفي الاسقاطره كلها. فانت بتروح لحد هو مش هيعرف يطلع لك العيب من ايه، مش هيعرف يطلع لك غير اللي ما رحم ربي بمعنى صح. لان انا بيورد عليا الكلام ده كتير. بيبقى معظم الناس جايه تغير اسقاطرات، جايه تغير اسقاطر، بيبقى العيب باره. يعني مثلا دي احنا غيرنا باره واحده بس، باره واحده في العربيه اللانسر، والتانية وبردك دي غيرنا باره واحده. فانت كده وفرت على صاحب العربيه علبه الدركسيون. فانا لما اغير علبه الدركسيون هو كده كده العيب هيروح، لان البارات الداخلي والخارجي بتيجي مع العلبه، بتيجي مع العلبه. فانت لما تروح للصنايعي يقول لك اسقاطره، اتاكد تماما ان العيب ده عيب اسقاطره علشان ما تغيرش اسقاطره. انت فاهم؟ والصوت هيروح، بس انت غيرتها عشان قطعه واحده مش عشان الاسقاطره كلها. ده فيديو حبيت ان انا افيدكم بيه. الصوت هتسمعه لو العربيه سخنت قوي او العربيه بارده قوي، هتسمعه في الحالتين دول وانت ماشي على السلانسيو بالراحه، حتى لو على الاسفلت من غير مطبات. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يحصل فعلا الفيديو فاتك.